السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات للفيديو ده. النهارده عندنا الفيديو الاساسي، طبعا عندنا طبق الفول كده في رمضان. كل سنة وانتم طيبين وان عاد علينا وعليكم بالخير يا رب. قبل ما نبدأ بالفيديو نبتدي بذكر الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. عندنا هنا بقى ايه؟ هنعمل فول كده بطريقة حلوة جدا جدا، ان شاء الله تعجبكم بإذن الله، وطريقة بسيطة خالص. تمام. عندنا هنا كيس الفول ده حوالي نص كيلو او كيلو الا ربع، مش عارفه بصراحه، يعني مش عارفه قد ايه. تمام. فانا فتحت الكيس كده ونزلته وحطيته في حبه ميه وقلت اشطفه كده. هو ما فيهوش حاجه، نضيف جدا، بس ايه، زيادة طمناء يعني. متنسوش تدعموني باللايك، اهم حاجة اللايك. وبعد كده بعد ما نزلنا المية حطينا له مية نضيفة وهنسيبه كده لتاني يوم. تمام كده، هننقعه في المية دي لتاني يوم. يعني انا في الوقت اللي انا نقعته فيه في نفس الوقت اللي انا ايه ضفته فيه على النار. بصوا تاني يوم بقى ما شاء الله الحجم بتاعه ارتفع جدا، والكمية بتاعته ازدادت، يعني بقت اكتر من ان انا حطيتها. تمام. هنجيب كده الحله اللي احنا هنعمل فيها، الحله تكون كبيره شويه. طبعا انا عندي الدماسه اللي هي بتاعه الفول، ولكن في ناس كتير مش بتبقى عندها، فانا قلت ان انا ايه اختصر يعني عشان اسهل كمان للناس اللي مش عندها الدماسه بتاعه الفول. هنعملها في الحله. عندي هنا كوبايه صغيره خالص زي ما انتم شايفين كده من العدس. تمام. وعندي كوباية صغيرة من الرز مكان الفول المدشوش طبعا. يعني دي زي دي، بس بصراحة طعمه كان تحفة جدا. تمام كده. مش هتكتروا طبعا، يعني على حسب الكمية اللي انتوا هتعملوها. يعني انتوا لو عاملين الكمية الفول اكتر زودوا بقى. عندنا هنا بصلاية حلوة يعني مقلوظة كده، او بصلتين صغيرين، وعندي قطاية طبعا مقطعهم مكعبات، ولكن لو انتوا حابين تبشروهم كده بالمبشرة تمام. وجزرتين المفروض يعني، بس انا ما كانش عندي جزر فانا ما ضفتش بصراحه. تمام كده. وهنجيب الميه حوالي لترين من الميه، لغايه ما الميه تغطي سطح الفول بتاعنا وزياده كمان. وكمان عايزه اقول لكم ان هنضيف حاجه ان شاء الله مش هتخلي اللون الفول بتاعنا يغمق، وهيفضل اول كيس زي اخر كيس، وهي الليمونه. تمام كده. انا غسلتها كويس جدا وحطيتها صحيحه زي ما انتم شايفين. يلا بينا بقى نضيفهم على النار، ونشوف بقى بعد ما نضيفهم على النار هنحط مكون كده عشان يساعد على عملية التسريع يساعد على تسريع التسوية بتاعتها. معلقة سكر، معلقة صغننة خالص زي ما انتم شايفين كده، عشان بس تساعدني كده على التسوية بتاعة الفول بسرعة. وعايزة اقول لكم ما شاء الله ما شاء الله الفول بتاعي ما كملش ساعتين على النار، ما كملش. تمام. اول حاجة تحطوه لما يغلي كده جامد، وبعد كده تخلوا النار سهرية خالص. توطوا النار زي بصوا كأنها منورة كده، حاجة بسيطة. على بال بقى كده ما يستوي براحته. انا بحب الفول بتاعي يبقى مهري كده، وزي ما انتم شايفين يبقى نصه كده في الحلة. تمام. بصوا عايزه اقول لكم ان انا بمسك الفول ما شاء الله مستوي جدا جدا، فانا بحب الفول بتاعي يكون مستوي كده بصراحة. لكن لو انتوا مش حابين ان هو يبقى مستوي ومهري كده، سيبوه زي ما انتوا حابين. يعني عايزين تسووه بدري عن كده تخلوه يستوي اكتر من كده براحتكم. تمام كده. عمل لي كميه حلوه قوي قوي. يعني انا اللي عشان اجيب مثلا الكيس اللي انا بعمله ده مش هنجيبه من الا ب10 جنيه، يعني بيجيب 3 جنيه او ب5 جنيه. بيبقوا مش مالين الطبق ده حوالي، والله بيبقى مفهومش بركه. لكن الحاجه في البيت بتبقى فيها بركه وبتبقى حلوه جدا. وخصوصا الشهر الكريم بنحب ان احنا ناكل فيه. نجيب فول كل يوم على السحور. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب السنة اللي جاية نكون مع بعض ان شاء الله، وتكون عيلتي كبرت بيكم بإذن الله. وبس هو الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. والوصفة النهاردة بسيطة جدا جدا وسهلة، وان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها في الكومنتات تحت، تقولوا لي يعني جربتوها وطلعت حلوة معاكم ولا لأ. وان شاء الله باذن الله تعجبكم. بس اهم حاجه ما تنسوش تدعموني باللايك، اهم حاجه اللايك. طبعا انا هنا كنت يعني بملى الكياس بتاعتي، بس كان الفول سخن، وانا كنت عايزه اصور بقى عشان انجز يعني. ما شاء الله عمل معايا كميه حلوه قوي قوي، وانا كمان ماليه الكيس، يعني مش حاطه كميات صغيره. تمام. يعني حاطه كميات حلوه، يعني ممكن الكيس ده يعني اقسمه على يومين بالنسبه لي انا وجوزي. لكن لو عندنا ناس او عندي حد هيبقى حلو قوي الكيس. طبعا الكيس ده بره ب10 جنيه. تمام. مش مفيش منه ب5، يعني مفيش منه ب3، مفيش الكلام ده دلوقتي.
بس كده الفول بتاعي بصوا مهري جدا وما شاء الله لونه حلو قوي، مش غامق ولا حاجه. ان شاء الله انتظروا في الفيديو اللي جاي باذن الله، هيعجبكم جدا ان شاء الله. واشوفكم على خير. وما تنسوش زي ما قلت لكم، اهم حاجه بالله عليكم تدعموني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وانزلوا خدوا جوله كده في القناه، ان شاء الله تعجبكم باذن الله. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم على خير. باي باي.